ديدي باراشو، ديدي باراشو، ديدي باراشو. أذكر في يوم من الأيام كنا نشاهد أفلام وطنية تظهر قمة البؤس الذي عاشه الشعب الجزائري، ومن بينها المسلسل الشهير الحريق لمصطفى بديع. ومن منا لا يتذكر عمر ولا العيني؟ والذي كان يذهلني هو الراوي الذي كان يروي التفاصيل اليومية لدار السبيطار. والشيء الذي كنت أسأل عنه يومها ولم أجد له جواب هو: من هو ديدي باراشو؟ ذلك المتشرد الذي كان يملأ فراغ الأطفال في ذلك الزمن وينسيهم فقرهم وجوعهم. ولم أجد الجواب عند أي أحد إلا الجواب التقليدي، وهو متشرد كان يعيش في ذلك الزمن. بعدها كتب أحدهم مقال في جريدة ليكودالجي لسنة 1940 يحكي فيه ذلك الكاتب أو الصحفي قصة أو مصدر كلمة ديدي باراشو أو ديدي فراشو. يقول: في أعالي الجزائر كان يوجد فرن للجير لاشو، وفي سنة 1939 أصاب الجزائر القمل والبق، فأصبح الفرنسيون يرمون ملابسهم بالأكوام ويتم تجميعها من طرف عمال البلدية لتحرق في فرن الجير. يومها كان المتشردون والفقراء وما أكثرهم في ذلك الزمان يتسللون ليلا لسرقة تلك الملابس ويرتدونها، فأصبح كل من يرتدي تلك الملابس يلقب بفراشو أو باراشو، وهو تعريب لكلمة فرن الجير، فوغ أشو. هذه هي قصة ديدي باراشو لمن لا يعرفها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديدي باراشو، ديدي باراشو.